أهلين، كيفكم؟ أكلة صينية سريعة يا دوب حنقلي كل شي مع بعض. عندي صدرين دجاج قطعتهم بهالشكل، شايفين رفيع ورقيق. والأفضل إنكم لما تيجوا تقطعوا هذا الدجاج بهالطريقة هاي عشان يسهل عليكم يكون لسه شبه متلج، يعني ما يكون فاكك 100%. أول خطوة بغلف الدجاج بخلطة تعطيني نكهة مميزة لطبقي. هالتغليفة مقاديرها موجودة عندكم بصندوق الوصف. حأخلط كتير منيح، بعدها رح ضيف النشا، حركته ححصل على مزيج متماسك، بحفظه بالثلاجة لمدة ربع ساعة. لأعمل الصلصة الصينية العجيبة بخلط كل المقادير المكتوبة عندكم بصندوق الوصف. إذا ما بتحبوا الأكل كتير حار وسبايسي ممكن تستغنوا أو تقللوا من السراتشا. حركته كتير منيح وصار جاهز. هلأ حجهز الخليط اللي حيعطيني قوام مثل المطاعم اللي هو المي والنشا، كمان صار جاهز. حضرت كل الخضار قبل ما أبدأ بعمل الوصفة، خضار بالتفصيل مكتوبة بصندوق الوصف. حبدأ أقلي الدجاج بزيت غزير حامي وما بكتر قطع دجاج أثناء القلي. هالتكنيك بالطبخ بيعطيني الطعم والقوام اللي نفس المطاعم. ما بحرك الدجاج والنار متوسطة. أول ما يبدأ يستوي ويسهل تحريكه بقلبه على الجهة التانية. لونه كتير حلو، وخلصت من الدفعتين ورفعتهم على ورق مطبخ. الآن حابدأ أطبق أكلتي. بحط الزيت وبترك مقلتي لحتى تسخن تماما. أول ما يبتدي الزيت عندي يسخن يبتدي يطلع الدخنة، شايفين انتوا عم تشوفوا معي دخنة هيك عم تطلع، يعني معناها الزيت عندي صار جدا حار. هلا حضيف الثوم والزنجبيل، بحركهم بسرعة وبنتبه اني ما احرقهم اثناء القلي. اضفت باقي الخضار، تنقلى كويس لمدة دقيقة. بعدها حضيف الصلصة العجيبة. الريحة يا جماعة ما بقدر لكم خطيرة. اول ما يغلي بضيف الدجاج وبحرك بخفة وبسرعة على نار قوية، وآخر شي بضيف النشا والمي اللي جهزتهم مسبقا. تقليبة سريعة وبسكر النار. ما شاء الله الريحة عجيبة، شكل طبقي بيفتح النفس. بسم الله. سلام. رهيبة 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 رهيبة. الصوص اللي فيها يبغى لقمة ثانية. بالعافية ماما. والله مرة حلوة مزبوطة صح، يعني صيني. جبنا المطعم يجي مطعم من أحسن المطعم هاي.